السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معروف ان البطاطا في ناس بتسلقها وفي ناس بتشويها. احنا النهاردة هنعملها في الفرن وعلى وشها طبقة بشاميل جميلة جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان البطاطا مغذية وحلوة جدا لأولادنا وحلوة لينا كمان، وطبق يعني مغذي متكامل. معايا المقادير اللي معايا 2 كيلو بطاطا، 2 كيلو ونص بعد التقشير. يعني انا بجيب كمية علشان انا ولادي بيحبوها. اللي عايز يعمل كمية اقل من كده مفيش مشكلة. البطاطا اللي بيقول ان في ناس تقول لك يعني بيستصعبوا ان هم يعملوها علشان ما بيعرفوش يقطعوها كويس، او بيقول لك انها بتبقى ناشفة وصعبة انها في التقطيع يعني. لا، احنا هنقطعها كده، نجيب لوحة تقطيع كده ونقطعها عليها بكل سهولة. سكينة حامية وكبيرة بتتقطع معانا بكل سهولة بعد ما نقشرها، وما بتاخدش وقت خالص في التقطيع والتقشير. انا قشرتها وغسلتها كويس جدا وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها في حاجة. ومعايا دلوقتي المقادير اللي هنعملها: 4 معالق دقيق، كوباية الا ربع من الحليب وكوباية حليب، ومعلقتين كبيرة زبدة، وحوالي 4 معالق سكر كبيرة، ومعلقة قرفة صغيرة مطحونة، ومعايا فانيليا. نجيب حلة كبيرة بقى ونحط فيها البطاطا. طبعا لو هتعملوا كمية اقل هنقلل كمية السكر، ممكن تكون 3 معالق او حاجة لو هتعملي كيلو ونص. هنحط دلوقتي القرفة والسكر عليها، وهنحط معلقتين الزبدة. وهناخدها على نار، بس النار دي تكون هادية جدا. هنحطها دلوقتي على البوتاجاز على نار هادية جدا. ليه؟ لاني مش هحط معاها ولا نقطة مية، هي هتنزل ميتها، وانا عايزاها تفضل على النار لحد ما تستوي وميتها كمان تنشف، مش هيبقى فيها مية خالص. نقلبها بس تقليبة كده عشان السكر ينزل تحت والقرفة وكده والزبدة، وهنغطيها لحد ما تدخل في سوا على نار هادية. ما ينفعش نعلي عليها النار لان مش هتستوي بسرعة، هتتحروق من تحت، هتعمل طبقة سمرة وهتغير طعمها جدا. فاحنا مش عايزين يحصل كده، نخليها على نار هادية جدا. على بال هي ما تستوي هنحط 4 معالق زبدة على النار، وهنحط معاهم 4 معالق دقيق. لكل معلقة دقيق معلقة زبدة. هنقلبها كويس. عايزه اقول لكم ان الاكله دي، البطاطا دي لازم تتاكل سخنه. ما بتتاكل سخنه بتبقى رهيبه بصراحه، في طعمها جميله جدا. نحط دلوقتي اللبن، وكمان هنحط الكوبايه التانية اللي فيها 3/4 برضو لبن، وهنكمل بالميه عادي. نظبط القوام لحد ما تبقى زي الكريمه كده بالظبط. نقلب كويس عشان لو في تكتلات ولا حاجه، بس هي ما عملتش الحمد لله، عشان حطينا على طول السوائل وايدنا بتقلب على طول، فما بتلحقش تعمل اي تكتلات. في الخطوه دي بقى نقلب بالمضرب اللي هو اليدوي. انا حطيت ميه كمان مغليه علشان بظبط قوامها بالظبط زي الكريمه. في الخطوه دي اللي عاوز يحط معلقه قشطه لو موجود بتبقى جميله جدا. لو ما فيش قشطه ممكن نحط برضو معلقه كريم شانتيه مع الوصفه دي، بتبقى جميله جدا وبتديها طعم رهيب بصراحه. انا هحط دلوقتي حوالي 5 معالق كبار سكر. 5 معالق كبار سكر. ودلوقتي هحط معلقه صغيره من الفانيليا السايله. اللي مش عنده فانيليا سايله يحط عادي من البودر عادي، مفيش مشكله. خلاص كده هو قوامها بقى جميل جدا كده. هسيبها بقى على جنب لحد ما البطاطا تدخل في سوا وتستوي كويس جدا.
هكشفها واقلبها تقليبه كده اول مره. هي خلاص اهي، بصوا دخلت في سوا، اللي تحت كله مستوي اهو. لازم نقلبها من وقت للتاني. ريحه القرفه بقى تحفه بصراحه. هغطيها لحد ما كله يدخل في سوا، وبعد كده هنكشفها. بعد فترة من وقت للتاني كده اهي خلاص استوت جدا، وكمان المية اللي نزلتها كلها شربتها تاني او نشفت، مبقاش فيها مية خالص اهو. كده هي استوت تماما. هخليها بقى مكشوفة حوالي كده 10 دقايق، عشان لو فيها نسبة مية تاني او من تحت او اي حاجة تنشف خالص، لان انا مش عايزة فيها اي نسبة مية. نسيبها بقى مكشوفة دلوقتي. خلاص بعد ما سبتها مفتوحة على النار شوية، وهنسيبها تهدى 5 دقايق كده، عشان بس هنحط زبدة في الصاج وندهنه ونوزعها في الصاج. طبعا لو الكمية قليلة عندك هتحطها في صينية فرن عادية، يعني صينية اصغر من كده طبعا، لان الصاج دوت بمعدل صينيتين. هي طريقة جميلة جدا، والولاد بيحبوها جدا، بيعشقوها بصراحة. لما بنعملها ما بتستناش. حطيتها في الصاج كلها وهبدأ اوزعها. نساوي وشها عشان هنحط عليها الكريمة اللي احنا عملناها دي. ويفضل بقى انكم تاكلوها سخنة سخنة يا جماعة، بيكون ليها طعم تاني خالص. حتى لما بيستنى فيها حاجة في الصاج هنا برضو، انا قبل ما اكلها تاني لو باتت برضو بدفيها تاني في الفرن. هنوزعها. اللي عنده مكسرات ممكن يحط، اللي عنده زبيب، اللي عنده جوز الهند سوداني يحط عادي، اللي عايز يخليها سادة يبقى ما فيش مشكلة. لكن انا ولادي مش بيحبوا اي مكسرات على اي حاجة غير الزبيب، هما يحبوا الزبيب بس، فانا هحط شوية زبيب على الوش. يا ريت نخلي الزبيب يعني تحاولي تنزليه شوية في الكريمة علشان ما يتحرقش مننا، لانه ما بيستحملش النار. يعني الكريمة بتستحمل، هو ما بيستحملش النار. ودلوقتي انا رشيت على وشها شوية زبدة، حتت زبدة صغيرة كده علشان تتحمر كويس من فوق. حطيتها تحت في الفرن درجة حرارة 200، وبعدين رفعتها على الشواية لحد ما خدت اللون دوت، وخلاص كده طلعتها. هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة يا جماعة اعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. جميلة جدا. وكان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.